عارفة لما صاحبتك تفضل تقولك أصل أنا عندي اكتئاب، أصل أنا حاسة إن أنا عندي اكتئاب. طب يا ترى فعلا هي عندها اكتئاب ولا هي زعلانة زعل عادي؟ تيجوا نعرف إيه الفرق بين الاكتئاب والزعل العادي. وده هيكون فيديو من سلسلة اللي محدش بيحكي عنه حاجة. الزعل العادي هو إحساس عادي بنمر بيه كده، يعني لما حاجة تحصل تضايقنا أو مشكلة حصلت، وعادي إن إحنا بنقدر نفرح ونتبسط في وسط الزعل ده. ولو قعدنا مع نفسنا شوية كده وقعدنا ندور هنلاقي سبب الزعل ده ونحط إيدينا عليه كمان، وغالبا بيروح لما المشكلة تتحل أو لو قعدنا مع حد نفضفض معاه. الاكتئاب بقى هو حالة الإنسان بيخش فيها، يعني مش حاجة حصلت فحصل لي اكتئاب، بتكون بشكل أعمق وأكبر بكتير، وكمان بيكون مستمر لفترة طويلة، يعني مش فترة صغيرة وبيمشي خلاص، وملوش سبب، يعني مش حاجة حصلت فجالي اكتئاب. طب هل أعراضه بتقف لحد هنا؟ للأسف لأ، ده بيأثر على أكلي وشغلي وتركيزي وشربي. عارف إحساس الفرح اللي كنا بنقدر نحس بيه مع الزعل العادي؟ للأسف اللي بيكون عنده اكتئاب بيبقى مش قادر يفرح، مش عاوز يفرح، لأ هو مش قادر يحس بالفرح. طب يا ترى اللي عنده اكتئاب بيحس بإيه تاني؟ للأسف بيكون حاسس بفراغ في كل حاجة حواليه، وإن كل حاجة ملهاش قيمة، وكمان بيكون عنده أفكار سلبية حوالين نفسه. تيجي أوضح لكم الفرق بين الزعل والاكتئاب بمثال بسيط كده. الزعل عامل زي المطرة الخفيفة اللي بتنزل كده وبتمشي، لكن الاكتئاب عامل زي سحابة كبيرة بتفضل موجودة فوق دماغنا ومش بتعدي. الزعل بنعرف نعديه، لكن الاكتئاب بيخليك مش قادر ولا تقوم ولا تكمل ولا حتى تقوم من على السرير. طب يا ترى الاكتئاب ده بيكون على شكل واحد؟ يعني الاكتئاب ده بيكون قالب كده وكل الناس محطوطة فيه اللي عندها اكتئاب، وبيكون كلهم عندهم نفس الأعراض والإحساس؟ أو يا ترى الاكتئاب ده بيكون على شكل حزن ويأس؟ الحقيقة لأ، الاكتئاب بيكون ليه أشكال كتير وأنواع كتير. تيجوا نعرف إيه هي الأنواع والأشكال بتاعة الاكتئاب. أول وأشهر نوع هو النوع اللي بيخلي الشخص يحس بحزن وفقدان للشغف، وحتى نومه وأكله بيبقوا في أوقات غريبة جدا مش متعود عليها، وكمان بتوصل إن الإنسان بيبقى مش قادر إن هو يكمل يومه بشكل عادي. تاني واحد ده بيكون أخف شوية بس بيستمر لفترة طويلة، سنتين أو أكتر. بس البني آدم اللي بيكون عنده الاكتئاب ده أو نوع الاكتئاب ده بيقدر إنه يكمل حياته عادي، بس بيكون بيكملها وهو تعبان ومش مبسوط. وفي اكتئاب بيكون مرتبط بظروف معينة، يعني الشخص ده حصلت له حاجة كبيرة قوي خلت عنده اكتئاب، ومش شرط انها تتحول لمرض، بس بتبقى محتاجة متابعة علشان ما تتحولش لمرض. وفي اكتئاب ابتدى يتشهر في الفترة الأخيرة اسمه اكتئاب ما بعد الولادة، بس للأسف الناس اللي بتكون حوالين المام الجديدة مش بتكون معترفة بيه ولا مهتمية بيه أصلا. آخر واحد هو اكتئاب اسمه اكتئاب مقنع. ده بيكون الشخص اللي عنده الاكتئاب ده بيبقى مش عارف أو مش باين عليه، لأن هو بيكون بيضحك وبيهزر عادي ومش حاسس بأي حاجة من أعراض الاكتئاب، بس هو للأسف من جواه بيبقى منهار. للأسف في كتير من الناس لما بتسمع كلمة اكتئاب يبتدي يقولك ده مش شايف نعم ربنا، ده على طول بيشتكي، ده شخصيته ضعيفة، مش عارف يقوم نفسه. بس الحقيقة إن الاكتئاب مش دلع ومش كسل ومش ضعف شخصية. الاكتئاب مرض زي أي مرض بيجي في الجسم، زي مثلا لما يجيلك صداع أو ضغطك يعلى أو مثلا يجيلك أنيميا. الاكتئاب مرض برضه بيجيلك بس بيكون جواك الناس مش شايفاه. في ناس بتضحك وبتشتغل وبتتصور كمان على الانستجرام، بس لما بيجي بالليل وتروح ما بتقدرش تنام من كتر الضغط اللي بيبقى جواها. خلينا متفقين في ناس ناجحة عندها اكتئاب، دكاترة كبار، ممثلين، وحتى أمهات شايلة بيوت بيكون عندهم اكتئاب. يبقى الاكتئاب ده ضعف؟ طب هو أنا ممكن يكون عندي اكتئاب وأنا مش حاسة؟ للأسف في ناس الاكتئاب عندها مش لازم يكون على شكل نوم وعياط، نوم في السرير وعياط. في شكل تاني للاكتئاب بس بيكون متغطي. بس يا ترى بيكون متغطي بإيه؟ بإنك بتشتغلي وتخرجي وتضحكي وكمان بتصوري ستوري لطيفة، بس جواكي حتة مش حاسة بالحياة. يعني لما بتصحي الصبح مثلا مش متحمسة، بتعملي كل حاجة كأنك بتأدي واجب، بتضحكي مع الناس وترجعي البيت كأنك بتأدي واجب. في ناس بتعيش كده شهور وسنين وفاكرين إنهم كويسين علشان خاطر بيشتغلوا وبيعملوا مسؤولياتهم، بس الحقيقة إن هما بيكونوا مكتئبين أو الاكتئاب بتاعهم صامت ومش ليه صوت. ودي حاجة لازم ناخد بالنا منها، إن مش كل اكتئاب ليه صوت. أوقات بيكون هادي بس تقيل. لو أنا شخص كان بيحب الخروج والقراية والفرجة على الأفلام وفجأة الحاجات دي بقت تقيلة عليا قوي، أو لو أنا شخص لما بصحى من النوم باحس إن أنا تعبانة ومش قادرة مع إني نايمة كويس، أو لو أنا شخص بينسى كتير ومش بيركز في الكلام والشغل وتحس كده الدماغ كأنها مش في المود، أو لو حاسة إن أنا مقصرة
وافضل اقول لنفسي انا ما بعملش اللي عليا كفايه، انا مش كويسه، خصوصا في الحاجات اللي المفروض تكون سهله عليا. او بقى لو بنام كتير ونومي تقيل، او فجاه العكس تماما، بقيت بانام قليل وعندي ارق. او برضو لو باكل كتير جدا، او العكس برضو تماما، لو ما باكلش خالص وماليش نفس للاكل. او لو حبيت الوحده وابتديت اتعود عليها واهرب من مكالمات صحابي علشان خاطر اهرب من الخروجه وما اخرجش معاهم. او لو فجاه بقيت عصبيه جدا او اعيط من اقل كلمه. او لو حسيت ان انا ماشيه في اليوم عادي وكاني بعمل اللي عليا وبأدي واجب وخلاص. طب انتوا عارفين ان في ناس كتيره بتخاف تقول ان عندها اكتئاب؟ مش علشان خاطر هي مش حاسه، علشان خاطر اللي الناس هتقوله ليها، زي كبري مخك، هو احنا فاضيين للكآبه دي، يا بنتي عيشي حياتك. او خايفه من الحكم عليها، او نظره المجتمع ليها، او نظره اهلها، او حتى نظره شريك حياتها. انتوا عارفين ان في ناس بتخاف تقول لشريك حياتها انها بتتعالج او حتى بتروح لمختص؟ في ناس لمّا بتقول إنها مش تمام بيتقال لها بس أنتِ بتضحكي عادي، كأن الضحك ده شهادة إن أنتِ خلاص ما عندكيش أي أمراض وجسمِك ده سليم وتمام. أو يتقال لها يا بنتي كبّري دماغِك ده كلام فاضي أصلًا. أو يتقال لها قومي صلّي، صلّي على النبي كده وقومي صلّي، مع إن الدين عمره ما كان ضد العلاج أو إننا نفهم نفسنا. وفي ناس بتخاف يتقال عليها طبعًا إنها مجنونة أو ضعيفة أو إنها بتدوّر على شفقة أو إن ما حدش يصدّقها أصلًا. بس اللي بننساه إن الكتمان هو اللي بيزود التعب وعمره ما كان شجاعة، وإن السكوت عن وجعك عمره ما هيحله، بالعكس ده هيزوده. والاعتراف ده مش ضعف، ده أول خطوة في القوة. أنا عارفة إن الكلام ممكن يكون تقيل شوية، بس مهم إن احنا نعرف نفهم ونفرق. اكتبولي في الكومنتات تحبوا أبدأ بأنهي نوع اكتئاب.